السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا المرة اللي فاتت عملنا رغوة النسكافيه زي الكافيهات، تمام؟ المرة دي بقى هنعمل النسكافيه البودر 5 في 1. لو وصلتي بقى لحد هنا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو كده منك وشير كتير بقى عشان الفيديو يوصل لناس اكتر. يلا بقى بسرعة شير الفيديو. بص الرغوة قد ايه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. معايا هنا فنجان من السكر البودر، وعليه فنجان من النسكافيه المطحون، وفنجان لبن بودر، وفنجان كريم شانتيه، وفنجان كريمة لباني بودر. هتجيبيها من عند اي مستلزمات حلواني. والكريم شانتيه كريم شانتيه خام. وهنقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعضها. بصوا بقى، ولا اجدع نسكافيه بنجيبه من بره ونقول 5 في 1 و7 في 1 ولا الكلام ده خالص. دي حاجة انت عاملاها على ايدك، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجة انت واثقة فيها. بسم الله ما شاء الله. بصي جميل ازاي، وكمان كمية كبيرة جدا. بصوا انتوا شايفين بنفسكم. هنا بقى لو عايزين نعملها زي ما عملت النسكافيه المرة اللي فاتت ونحطه في الفريزر، هنحط فنجانين من النسكافيه بتاعنا ال5 في 1 وعليهم فنجان مية، وهنضربهم بالمضرب بتاعنا كده لحد ما لونهم يفتح والحجم بتاعهم يتضاعف. بعد كده ممكن تحطيه بقى في العلب بتاعتك وتحطيه في الفريزر وتطلعي منه. بس برضو عايزه اقول لكم ان هو عشان فيه كريم شانتيه وفيه كريمه لباني بيبقى جامد شويه. يعني لو عايزه تخليها زي ما هي بودر كده وتعمليها، عايزه تضربيها بالمعلقه، عندك المضرب بتاع النسكافيه ممكن تعملي بيه، هيبقى سهل برضه. بس انا لما باجي اطلعها من الفريزر بسيبها شويه بره علشان تفك شويه، وبعد كده باخد منها وبدخلها الفريزر تاني. بصوا بقى الكميه اللي احنا عملناها طلعت قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ولسه عندي بودر تاني. هنعبيها بقى كده في العلب، وبعد كده هنغطيها ونحطها في الفريزر ونستعملها وقت ما احنا عايزين. بس زي ما انا قلت نطلعها شويه تفك عشان هي غير النسكافيه التاني. دي نسكافيه فيها كريم شانتيه وفيها كريمه لباني بودر، علشان كده لما بنطلعها من الفريزر بتبقى جامدة، فلازم نسيبها شوية تفك وناخد منها وندخلها الفريزر تاني. ايه رأيكم بقى؟ طريقة سهلة وبسيطة وجميلة وموفرة جدا. طبعا احنا عارفين بنشتري النسكافيه البودر بكام، اللي هو 5 في 1 و7 في 1 والحاجات الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله. بصوا عملنا كمية قد ايه وعندنا تاني. دلوقتي بقى هوريكي تجربة عملية. هنحط كده السكر على حسب الرغبة، وبعد كده هنحط معلقتين صغيرين كده من النسكافيه بتاعنا الحلو ده، وبعد كده هننزل عليه بمية سخنة من الكاتل. لو عايزة تحطي لبن براحتك، بس انا حبيت اوريكم ان هو بيطلع شبه بالظبط النسكافيه اللي احنا بنشتريه من بره، اللي هو 5 في 1 و7 في 1. بصوا جميل ازاي والرغوة قد ايه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبعدين احنا عارفين اسعار الحاجة دلوقتي بقت مولعة، واحنا عايزين نعمل حاجات موفرة نعملها في بيتنا على قد ايدينا. دعوة حلوة منكم بقى علشان خاطر الفيديو الحلو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.